بعد 10 سنوات من الإخلاص دي بروين يودع السيتي. ولكن لماذا كل هذا التكريم؟ في عام 2015 مانشستر سيتي تعاقد مع الموهبة البلجيكية كيفن دي بروين، ولن يكن أحد يعلم أنهم تعاقدوا مع واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في التاريخ. دي بروين لعب 421 مباراة مع السيتي، سجل خلالهم 108 هدف وصنع 119 تمريرة حاسمة، وحصل على جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي 3 مرات، وفاز مع السيتي ب16 لقب مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزي أيضا. لم يقتصر عمل دي بروين مع السيتي فقط على الأهداف أو الألقاب، دي بروين كان رجل السيتي الأول، ما قدمه من متعة خلال هذه السنوات جعله واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في التاريخ. دي بروين أبدع وأمتع وتفنن وأقنع كل من يحب مشاهدة كرة القدم، ولهذا استحق كل هذا التكريم. والآن حان دور، اترك لنا رأيك في التعليقات. هل ترى أن دي بروين واحد من أفضل 5 لاعبي وسط في تاريخ كرة القدم؟ ولك حرية الاختيار، وإلى اللقاء.